أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المقطع. في هذا المقطع نتكلم على أسعار الماشية في سوق ولاية الجلفة، سوق عين الرومية. أسعار المواشي بالأمس تراجع في الأسعار حسب تصريحات المولى واللي راهم يبيعوا في السوق. جبنا لكم هذا المعزة هذا المتاومة كما راكم تشوف فيها أعزائي الكرام. هذا المعزة راهم عاطين فيها 2,800,000 كما راكم تشوفوا عزيزي المشاهد. هذه هي المعزة، هذو هما الجديان تاعها متاومة جديان باين فيهم العام بلي العام ناقص، موالفين كي يعود العام مليح يكونوا ممروطين كما يقولوا وما فيهمش طبار. هذا عزيزي المشاهد، المشكل في السوق أن العام سنة عام جفاف والأسعار ماهيش غالية، الأسعار طايحة. هذه المعزة متاومة قلنا عاطين فيها 2,800,000. نمر معاكم شوفوا هذه المعزة متاومة عطاو فيها 2,800,000. نروحوا معاكم نشوفوا الخرفان والعلالش وشحال راهم يديروا. هنايا هذو كما راكم تشوفين، هذه خرفان وخروفات مخلطين 18 ذكر و8 أنثى. عطاو في كل واحدة منهم على رؤوس بعضهم بعض عطاوها 2,600,000 للراس. هذه 18 زائد 8 معناها 26 خروف وخروفة هنا عاطين فيهم 2,600,000 لكل راس. نسأل الله العلي العظيم أن ينزل علينا الغيث النافع إن شاء الله، وتتبدل هذا البذرون اللي راكم تشوفوا فيها نتاع الخرفان يتبدلوا ويروحوا لهم الطوبار هذا كي يصب المطر ويكثر العشب ويعودوا ياكلوا ويشبعوا على بالك من الأرض. طبعا يتبدل البذرونة نتاعهم هذه تتبدل يروح منها التصواف هذا والطوبار. نمر معكم أعزائي الكرام إلى هذا العلالش. هذا العلالش راكم تشوفوا أعزائي الكرام، هذون ثلاثة علالش عاطين فيهم 6,150,000 للراس، 6,150,000 لكل راس. هذو العلالش ثلاثة، العلالش تاع عيد تقدر تعيد بهم 6,150,000. هذا العلالش ذكور كما راكم تشوف فيهم خرفان صغار ما مش علالش مازال استثناوش كما يقولوا، عاطين فيهم 3,850,000 كما راكم تشوفوا هكذا أعزائي الكرام. خروفات، هذه الخروفات اللي راهم قدامكم، هذه الخروفات عاطينه 2,520,000 للراس كما راكم تشوفوا فيهم أعزائي الكرام. كاين 3 صادين الهون والهيها مصادين 2، معنى هذون 5 عاطين فيهم 2,520,000 الراس كما راكم تشوفوا أعزائي الكرام. هذون اللي منا خير من اللي صادين الهون، اللي راهم صادين الهي خير من اللي صادين الهون. عاطين فيهم 2,520,000. هذا الخرفان ذكور، الخرفان الذكور اللي راكم شايفينهم عاطين فيهم 4,500,000 للراس، 4,500,000 للراس. هذا الحم اللي راكم تشوفوا فيهم هذو هما عاطين فيهم 4,500,000 للراس، رؤوسهم حم. الله يبارك الله يبارك. السومة قال لك السوق راه طاح مقارنة مع الأسواق اللي فاتت. السوق اليوم راه طايح على السبب تاعو الجفاف، والممولين الممولين اللي راهم يربوا في الرؤوس الماشية هذه غلا عليهم بالعلف. هذا العلالش هذون ذكور راكم تشوفيهم عاطينه 6,650,000 للراس، عاطينه 6,650,000 للراس كما راكم تشوفوهم أعزائي الكرام. نجو معاكم لهذا العلالش اخرين عاطين فيهم 6,350,000 كما راكم تشوفوهم أعزائي الكرام. هذو اللي راهم منا مش اللي من هيه، هذو
اللي راكم تشوف فيهم هم زوج صادين لهون وواحد صاد لهيه، هما ثلاثة عاطين فيهم 6,350,000. نجو للخروفات هذو اللي راكم تشوف فيهم، الخروفات هذو عاطين فيهم 2,100,000. خروفات ناقصين شوية، عاطين فيهم 2,100,000 ناقصين. هذه الخروفات أيضا عاطين فيهم 3,80,000. 3,80,000 للراس. هذه الخروفات الله يبارك. ها خروفات ما شاء الله، هم زوج صادين لهون وثلاثة صادين لهي، يعني خمسة عاطين فيهم 3,80,000 الخروفة. هاد العلالش اللي راهم ثلاثة أمامكم ناقصين شوي، باينين باللي موبرين وناقصين، عاطينو فيهم 5,100,000 رغم أنهم عاليين، عاطينو فيهم 5,100,000. البائع قال مازالوا. نشوفوا معاكم هاد العلالش اللي راهم في الزريبة. هذا مولاهم، ما عطاوش فيهم. هذوك العلالش اللي قبيل ما عطاوش فيهم. هاد العلالش لحد الآن ما ساموهمش اللي راهم في الزريبة هذو داخل، لسه ما عطاوش فيهم، لسه ما ساموش. ربي يجيب الصوب ان شاء الله لهذا الموالى الخلايق اللي راهم يعانوا في هذا العام. عام صعيب، عام جفاف. نسأل الله العلي القدير أن ينزل علينا الغيث النافع طبعا. هذه الخروفات الأربعة هذو ما شاء الله خروفات تاع كسب ما شاء الله، ما عطاوش ثاني. نمروا معكم لهذه الجلبة اللي راها في داخل الزريبة هذه، واش راهم. هذا نسقسوه يعطينا الخبر عليهم. هاد العلالش عطاو فيه 5,100,000 كما راكم تشوفين. فيهم الناقص وفيهم الزين، عطاو 5,100,000. كي نسقسو الممولين يقول لك المال راه نقص، العدة نتاعو نقصت. علاه؟ لأن الأغلبية الممولين كاين الكثير من، ما نقولوش الأغلبية، كاين الكثير من الممولين بطلوا الحرفة هذه ودخلوا للسوق، دخلوا البلدان وبطلوا هذه الحرفة. علاه؟ لأن العلف غالي، الماكلة نتاع المواشي هذه غلات، أصبحت مكلفة بزاف، واليد العاملة اللي يحرصوها اللي يخدموها ثاني نقصت. كرهت الناس من الخدمة هذه، قال الخدمة فيها تعب. التاجر أنا طول العام وأنا نكسب ونخدم ونربي، ومن بعد يجي التاجر يدي خير مني، يشري عليا ويدي الفايدة نتاعو خير مني، وبالتالي بطلوا. شوفوا هذه الكبش اللي راه كبير، عطاوه 7 ملايين. هذا الكبش تشوف فيه ما شاء الله، كبش ربع، عطاوه 7 ملايين. والو كاين الكثير من رؤوس الأموال الخرفان والخروفات ما همش مساومينهم. شوفوا هذا الجلبة اللي راه هنا، هذا العلالش عطاوه فيه 5,500,000 كما راكم تشوفوا فيها أعزائي الكرام. عطاوه 5,500,000. رانا في سوق الماشية، قلنا عين الرومية ولاية الجلفة. هذا السوق اللي راه مشهور بدخول رؤوس أموال كبيرة. هذا الكباش هذو نتاع العيد، هم يوجدوا فيه من العيد، راهم فيه 5,500,000 الراس. هذو اللي راهم داخل الزريبة هذه 5,500,000. هاد العلالش أيضا عاطينو فيهم 6,200,000.
6 ملايين و200 ألف. هذوك نشوف فيهم مقارنة مع هذوك اللي قبيل، هذول أحسن كبار، الجثة نتاعهم الجسم نتاعهم والكور نتاعهم شوي كبير، مش مقارنة مع اللي فاتوا عاطينه فيهم 6 ملايين و200 ألف. فيهم اللحم وفيهم اللي موش حم، وكل عندهم مقارن، عندهم القرون عاطينه فيهم 6 ملايين و200 ألف. الصوت الموال ما هوش عاجبه الصوت، هذا الأسوان مش عاجبته، قال لك راه يسقام لي العلوش ولا الخروف، يسقام لي أكثر من السومة تاعو. نجو النعاج هذول اللي راهم مروبين قدامكم كما راكم تشوفين، عاطينهم 4 ملايين و850 ألف. هذا النعاج اللي راهم مروبين، هم كاينين 2 صادين الهون و3 صادين اللي هما 5، عاطينه فيهم 4 ملايين و850 ألف كما راكم تشوفين. أعزائي المشاهدين، نعيجات كسب الله يبارك، الله يبارك. حتى الصور صغار ما مش كبار، باينين على الرؤوس تاعهم، باينين بلي صغار. كاين بعض الخرفان ما ساوموهمش، لأن اللي راه يصور هذا دخل بكري للصوب. هذا النعجة متاومة راه في 6 ملايين و850 ألف، بعد ما كانت النعجة المتاومة قال وصلت ل10 ملايين، هذه راه في 6 ملايين و850 ألف. معناها أكيد باللي السوق هو قصد 6 ملايين و850 ألف نعجة صغيرة ومتاومة. هاي صغيرة باينة على الوجه نتاعها، صغيرة بالدماغ تاعها باينة صغيرة. هذا الخرفان اللي راه مذكور، هذا نشوف فيهم كلهم مذكور، عاطينه 4 ملايين و200 ألف. خرفان الساع صغار، مازالوا يزيدوا، مازال يزيد العظم ويزيد اللحم نتاعهم، لسه صغير، مازال يخص العيد شهرين، يقدروا يزيدوا يكبروا أكثر إذا لقوا الماكلة وتهلا فيهم ولاهم يكبروا بليه. عزيزي المشاهد، في نهاية هذا الفيديو ندعوك إلى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بإذن الله عز وجل. دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.